تفضل. الطفلة أسماء التي غادرت باقة الأطفال لتعتلي خشبة المسرح كانت واثقة من نفسها بقوة براءة ال10 سنوات التي أكملتها من عمرها، فتطايرت فراشات الشعر من فمها. قصيدة شعبية قالت بلسان العراقيين ما لم يقله الكبار. بقي سؤال يجول في ذهني وأنا أصغي إليها: ترى ماذا لو حلت أسماء محل كتلة من السياسيين؟ هل لأحد أن يتكهن بما سيكون عليه الحال؟ أني اليوم لقيت قصيدة وراح أقرأها هدية السما الموصل. بوطننا الناس تطلع من البيوت، بوطننا الناس تطلع من البيوت، ما تعرف ترد لو ما ترد لا.